السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفة حرشة او حدقة. هنعمل مع بعض نوع من انواع المخللات. هنعمل بتنجان مخلل. معايا بتنجان، معايا نص كيلو بتنجان عروس ابيض على اسمر. اما نيجي حبايبي بقى الحلوين، البنانيت الحلوين لسه اللي بيتعلموا، اما نيجي ننقي البتنجان، ننقي البتنجانه محمله. يعني ايه محمله؟ زي دي كده، شايفين اهي، شايفينها؟ وتتك عليها تلاقيها ايه؟ طريه اهو. بصوا شايفين ايدي بتغرس فيها ازاي اهي. دي ما تبقاش ايه؟ مبزره خلاص. يعني البتنجان لما نيجي ننقيه اهو، شايفين اهو زي السفنجه كده اهو، يبقى ايه؟ طري وحلو، ما يبقاش ناشف، عشان الناشف هيشرب زيت وهيبقى مبزر من جوه. خلاص اهو. اذا كان للمحشي، اذا كان لل... للمخلل، زي ما انتوا شايفين كده. معانا بقى زيت، مش هنعمل في زيت كتير ولا اي حاجه. هتقولوا الزيت غالي، لا، هنقليه وهنعمله مخلل في معلقتين زيت 3، مش اكتر من كده. هنروح على البوتاجاز ونشوف احنا هنعمل ايه. شايفين انا معايا زيت حبه صغيره ازاي؟ بالظبط 3 4 معالق زيت. هو اهو خلاص قدح. هنحط البتنجان اهو، عمل صوت. خلي بالكوا بقى يا حبايبي، عشان لا قدر الله ما تتلسعوش اهو. انا هحط الكميه اللي انا عايزاها كده، وهغطيها بالغطا كده، هتستوي من تحت ومن فوق. واما اجي اقلبها هرجع لكم. بصوا يا حبايبي، استوت اهي. ونصفيها كده. شايفين الشوكة بتخش فيها ازاي اهو. ولا زيت كتير ولا اي حاجة اهو. خلوا بالكم، الله يخليكم من الاخطاء اللي بتحصل معانا في المطبخ دي. ربنا يسترها معاكم. احط بقى بقيه الكميه، واما اخلص هرجع لكم يا حبايبي. خلاص قلينا كده البتنجان بقى، ودقينا الدقه بتاعته. الدقه بتاعته دي ايه؟ توم، على حسب بقى انت بتحبي التوم كتير ولا قليل. وقرنين فلفل كده، احنا بنحبه حامي. وحطينا يا ستي نطره كمون وكزبره وملح، وندقه كويس. وبعد كده نحط عليه خل وليمونه. خلاص. انا بقى هنا اهو هخلل على طول واحطه في العلبه. واحسن حاجه ان انت تحطيه في التلاجة، يعني ما تخلليهوش وتاكليه على طول، لا، حطيه في التلاجة بس ساعه، نص ساعه، ياخد ويدي من طعم الخل. الدقه بتاعته الحلوه دي يبقى طعمه في منتهى الجمال. ان شاء الله الطريقه بتاعتنا تعجبكم، وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات الحلوه بتاعتكم. ربنا يبارك لي في عيلتي الحلوه الكبيره اللي بتدعمني على طول، بتقول لي تعليقات مشجعه تفتح النفس بجد يعني. الله يبارك، ربنا يبارك فيكم، ودايما يخليكم ليا تدعموني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله احنا داخلين بقى على المدارس اهو. ان شاء الله نبتدي بقى نعمل مع بعض وصفات عشان سندوتشات المدارس. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل الحاجات دي مع بعض. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده،
سبحان الله العظيم. خلاص عملناها كلها. اقول لك بقى على تركايه حلوه جدا جدا. شايفين الزيت اللي نازل من البتنجان ده؟ لا ما تخافيش. هتقولي لي ينفع؟ اه ينفع. هو ده اللي بيخلي طعم البتنجان المخلل تحفه. اهو ده خل وليمون، دقه يعني خل وليمون ومزوداها ميه اهو. تحطها بقى في التلاجة وبألف هنا وشفا. كده اهو يا حبايبي، بعد ما سيبناه نص ساعة كده، ساعة الا ربع، ايه حطيناه اهو. بيبقى طعمه في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوا الطريقة بتاعتنا وتعجبكم، وتقولي لي رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.